الشرق الأوسط بين ربيع الثورات وخريف الأفغان، عامان من الثورة والدماء والدمار. يظل الملف السوري هو الأبرز بين ملفات المنطقة، حيث تتبناه قوى إقليمية ودولية من أجل إعادة ترتيب أوراقها هناك. ويبدو أن الشعب السوري أصبح مسمار جحا لكل الأطراف، حتى تلك التي جاءت من خارج حدود هذا البلد. على الجانب الآخر، ورغم الحرب الإعلامية الضخمة، لا يمكن تجاهل مبادرات جديرة بالبحث. لسنا مهتمين بمصير نظام الأسد. نحن نفهم ما يجري في سوريا، ونفهم أن العائلة الحاكمة مكثت في السلطة 40 سنة. لا شك أن هناك حاجة إلى التغييرات. نهتم بأشياء أخرى في المستقبل. نحن لا نريد أن يستمر النزاع بلا نهاية، حيث إذا استولت المعارضة السورية على السلطة فإن السلطة الراهنة وقتها ستنتقل إلى صفوف المعارضة وتقاتلها. وندعو إلى إيجاد حل للقضية يخلص المنطقة وسوريا من الانهيار. ومن جديد تعود المعايير المزدوجة، ففي الوقت الذي تتجاهل فيه واشنطن كل ما يجري في تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن، وتطلق أحيانا تصريحات شكلية، نراها تركز بكل قوتها الأورو أطلسية على سوريا، تارة في شكل أسلحة كيميائية وتارة أخرى بنشر صواريخ باتريوت في تركيا. مصدر قلقنا هو أن النظام الأسد الذي يزداد يأسا قد يلجأ للأسلحة الكيميائية أو يفقد السيطرة عليها لصالح إحدى الجماعات المسلحة الكثيرة المنتشرة الآن على الأرض في سوريا. لا أعتقد أن سوريا ستلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيميائية. في كل مرة تصلنا إشاعات أو تطفو إلى سطح معلومات نحن نتأكد من ذلك مرات ومرات، بل نذهب إلى الحكومة التي تؤكد لنا بقوة أن ذلك لن يحدث تحت أي ظرف كان. الملف المصري بالنسبة لواشنطن هام، ليس في علاقته بالديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر أهميته للسيناريو الأمريكي المتحرك المرسوم لأمن إسرائيل وللمنطقة ككل، وتسليمها لتيارات الإسلام السياسية التي أصبحت فجأة تيارات الإسلام الديمقراطي الجديد، وهي نفس التيارات التي كانت بالأمس عدوة في العلن، بينما الحوار كان دائرا خلف الكواليس. لكن الملف المصري أصبح أكثر تعقيدا بعد تحالف قوى المعارضة. وسنكمل بأي وسيلة ممكنة بما فيها احتمال الإضراب العام حتى نسترد مرة أخرى حقوقنا وحريتنا، وحتى نسير لتصحيح مسار الثورة التي أبهدت. النظام في رأيي وفي رأي الكثير من زملائي يفقد شرعيته يوما بعد يوم. نحن على استعداد لحوار جاد يقوم على أسس محددة، وأولها سحب أو إسقاط الإعلان الدستوري، والتعامل بجدية مع دور الشعب وحقه في أن يطلع على الدستور ويبحثه ويناقشه ويرسل بتعديلاته. تونس ورغم الاستقرار الشكلي تعيش حالة من الفوضى الحقيقية والصدامات بين فصائل الإسلام السياسي والمواطنين التونسيين، بينما ليبيا التي احتفت قوى إقليمية ودولية بانتصار الليبراليين فيها تعيش مأساة من نوع خاص، حيث القتل والدمار أصبحا من طبائع الأمور. والأوضاع لا تختلف كثيرا في اليمن والبحرين. أما القوى الإقليمية والدولية فتقوم بتأجيل كل الملفات لحين الانتهاء من الملف السوري وبلورة أدوات التعامل مع الملف الإيراني، وبالتالي قد يكون الالتفات للملف المصري متزامنا مع بلورة ملف إيران الذي ستنشط فيه تركيا وبعض دول الخليج. أشرف الصباغ، روسيا اليوم.